توا عندنا نفس الخطاب يقول الكلام هذا، راهو باش يجيكم كذا وباش يجيكم الحريه وباش يجيكم الديمقراطيه وحريه الاعلام واستقلال القضاء الى اخره. ما هي الاليات؟ ما هي الضمانات؟ شنو هي الضمانات؟ انا ما نلومش عليهم الناس اللي يشكوا ويشكوا ولا يصدقوا، ما نلومش عليهم، عندهم الحق. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. شكون قال الكلام هذا صحيح؟ أنا هي الآليات اللي تضمن عدم الرجوع إلى الوراء مرة أخرى. قالوا ربما احنا ولا الأهم هو التهدئة. هي التهدئة، احنا كلنا مع التهدئة، ما نحبوش الفوضى، ما نحبوش حتى شيء، إنما التهدئة أكل بري. التهدئة نجموا نعملوا التهدئة ونعملوا في آن واحد حكومة وطنية ما فيهاش وزير كان يخدم ميليشيا في التجمع، ما فيهاش وزير عمل 10 عمليات جراحية للدستور، وما فيهاش وزير وزع أراضي الدولة ومباني الدولة على عائلة طرابلس. هذا ممكن إذا كان هذا ولا عيب، ولازمنا نرضاو بالناس هذوما باللي عملوه الكل للشعب التونسي، لا لشيء إلا للتهدئة. أخي نقول لك المسألة فيها شك. شكرا جزيلا المختار الجليلي كلمة الختام.